عمرك صحيتي من النوم الصبح وقلتي لنفسك النهاردة هبدأ أذاكر، هرتب البيت، هخلص الشغل اللي متأخر عليا، هصلي كل الصلوات في وقتها، بس فجأة بتلاقي اليوم خلص وانتي ما عملتيش حاجة؟ لو حصل معاكي كده فانتي مش لوحدك. في ناس كتير بتكون فاكرة ان المشكلة في الكسل، انا كسلانة، انا ما نمتش كويس او كده. بس الحقيقة ان في سبب أخطر بكتير من الكسل. إيه هو السبب ده؟ التسويف. يعني إيه تسويف؟ التسويف هو إن أنت بتكوني عارفة إن عندك مهام أو شغل مهم وكتير، بس بتفضلي تأجليه، تقولي بكرة، بعد شوية، لما أروق، لما نفسيتي تتحسن، لما أتحمس شوية. بس بكرة ده ساعات ما بيجيش، وكل حاجة بتبقى فيها مهام مؤجلة، مأجلة الصلاة، مأجلة قراءة القرآن، مأجلة التوبة، مأجلة أحلامك، مأجلة شغل بيتك. وكل ده بيتكوم عليكي بعد كده، بيبقى عامل زي الجبل. بعد كده بنكتشف إن الأيام بتجري والعمر بيعدي بينا وإحنا مش حاسين. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني الوقت كنز، واللي بيضيعه بيخسر كتير من غير ما يحس. طب إيه هي أسباب التسويف؟ أول سبب الخوف من الفشل. يعني في ناس مش بتبدأ من أصله. ليه؟ لأنها خايفة ما تنجحش. بس الفشل أصلا هو إن أنت ما تحاوليش. لا، حاولي. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا دي علشان نحاول. ده كان أول سبب. تاني سبب حب الراحة. النفس البشرية بطبيعتها بتميل للراحة والأنتخة، وبتحب تأجل المجهود. يقولك إيه؟ يا عم صلي بعد شوية، اقري قرآن بالليل، ابدأي بكرة، رمضان على الأبواب، ابدأي على رمضان، استني اما نعدي العيد الكبير، استني شوية. مثلا بالنسبة لشغل البيت، استني شوية، داخل عليكي دخلة عيد، نضفي وقلبي الشقة مرة واحدة. استني مواعين الغدا مع مواعين الفطار مع مواعين العشاء، وتلاقي نفسك داخلة في جبل مش مطبخ. تحسي ان رخامة الحوض هتقع من كتر المواعين المتكومة عليها. البيت نفسه مش مترتب، مش متنظم. بعيدا عن الناس اللي بيبقى عندها أطفال صغيرين، احنا مش بنحاكم بعض ولا بنجلد بعض، بس هي الفكرة ان في فرق ما بين البيت النظيف والبيت المكركب. البيت النظيف ده اللي كل حاجة بس محتاجة انها ترجع مكانها. يعني في ناس بيبقى بيوتها لا ليها ريحة مش كويسة. البيت المكركب بقى اللي هو البيت اللي فيه أطفال، اللي عب في كل حتة، يعني لو لفتي كده 10 دقايق ربع ساعة هتلم الدنيا. إنما البيت النظيف لا، محتاج مجهود، محتاج سجاجيد تتغسل، تلاجات عايزة تتغسل، مواعين عايزة تتغسل. دي حاجة. تالت سبب كثرة المشتتات. المشتتات دي زي الموبايل واللابتوب والسوشيال ميديا والحاجات دي. يعني مثلا عايزة اقول لكم ان الفيديوهات القصيرة اللي هي الشورتس والريلز دي اخطر من الفيديوهات الطويلة. تقولي ايه اما ادخل كده ايه ابص اشوف حاجة دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس وهقوم اغسل مواعين، دقيقة واحدة بس وهقوم اشطف الغسيل، دقيقة واحدة بس وهقوم اذاكر للعيال، دقيقة واحدة بس وهقوم اصلي العصر. هوب ساعة تلاقي 2 طاروا في ايه معرفش، ماسكة التليفون عمالة اقلب في الريلز واتفرج على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي. دي سافرت هنا، دي سافرت هنا، دي سافرت هنا. البلوجرز والناس اللي هم صانعي المحتوى، في ناس محترمة وفي ناس يعني نسأل الله يعني لهم الهداية يعني. فانتي نفسك بقى ايه؟ يعني حتى لو ما قلتيهاش ما بينك وما بين نفسك، فدماغك يعني على طول بيقولها، بتقارني نفسك. طيب ايه الحل بقى؟ نبدأ دلوقت فورا، ما استناش الحماس لما يجيلي. في ناس بتبقى مفكرة
ان لازم ابقى متحمسة عشان ابدأ. طب ما هو مش هيجيلك حماس، لازم تبدأي اول خطوة علشان تتحمسي. عارفة لما تبدأي هتحس ان الحماس بقى جالك ومية مية. يبقى زي ما قلنا ايه، اول حاجة لازم نبدأ دلوقتي. تاني حاجة اقسم المهام اللي ورايا. عندي شغل كتير وكبير، ما بصش ان انا اعمله كله مرة واحدة لان مش هتقومي. قولي لنفسك بقى ايه، لا بصي انا هظبط الموبايل او التايمر على التليفون منبه كده، هشتغل 10 دقايق بس، هقرا صفحتين من القرآن بس، هبدأ اصلي ركعتين لله بس. عارفة لو بدأتي هتقومي تكملي، هتلاقي ال10 دقايق هما فترة قصيرة بس هيعملوا معاكي شغل ومجهود يعني مية مية. النتيجة مية مية، مش هتصدقيها. ابدأي بس. تالت حاجة ايه، ادعي ربنا، قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رابع حاجة افتكري الموت. دايما عمالة تقولي لي افتكري الموت افتكري الموت، مش عشان تخافي، لا، عشان تعرفي قيمة الوقت. في كام حد فينا كان بيقول انا هبدأ اصلي من الاسبوع الجاي، لكن عمره انتهى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ايه، اغتنم 5 قبل 5، منها ايه، فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. في اخر الفيديو لو عندك مهمة او اي حاجة، شغل في البيت او صلاة او عبادة او اي حاجة او ورد، ابدأي دلوقتي، مش بعد الفيديو، دلوقتي. اتمنى الفيديو عجبك، وما تنسيش تعملي لايك وشير، والسلام عليكم.